ازيكم يا شباب؟ معاكم مستر خالد إيهاب، مدرس الماس للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. اتكلمنا في الدرس اللي فات على النون نيجاتيف انتجر باور. خلونا نتكلم المرة دي على النيجاتيف انتجر باور، يعني الباور المرة دي بتاعي نيجاتيف. والدرس كله عايز اقولك ان هو عبارة عن القانون ده بس كده، مفيش اي حاجة تاني في الدرس. القانون بيقولك ايه بقى؟ بيقولك لو انت عندك a باور نيجاتيف n هي عبارة عن 1 over a باور n. يعني ايه يا مستر؟ تعالى ناخد اكزامبل عشان الموضوع يوضح شوية. يعني انا لو بقولك انت عندك 3 باور نيجاتيف 3، مش انت عارف ان ال 3 دي اصلها واقفة over 1؟ فبيقولك ان انت كل اللي هتعمله ان انت هتشقلب تبقى عبارة عن 1 over 3، والباور النيجاتيف ده اصبح بوزيتيف عشان نزل تحت اللي هي 1 over 3 باور 3، وتحسبها عادي بالكالكوليتر تطلع لك 1 over 27. ناخد ريمارك على الليسون بتاعنا. بيقول لك لو انت عندك a باور نيجاتيف n multiply a باور n تطلع لك equal 1. تعال اما نشوف ازاي. لو انا قلت لك example هنا عندي 2 باور 1 multiply 2 باور نيجاتيف 1. طب مش انت عارف ان 2 multiply باور نيجاتيف 1 دي اللي هي عبارة عن 1 over 2؟ طب اسأل نفسي سؤال، هو 2 multiply half اللي هي بكام؟ ب1. طب تعالى ناخد اكزامبل تاني. لو انا قلت لك عندي 3 multiply 3 باور نيجاتيف 1، يعني اي حاجة بيكون الباور بتاعها بالنيجاتيف. يعني حاجة هنا ده باور 1، يعني مثلا ممكن اقول 4 باور 2 multiply 4 باور نيجاتيف 2، هتطلع معايا ب1، وده هيطلع معايا برضو ب1، لان دي هتطلع 3 multiply 1 over 3 اللي هي بكام؟ ب1. حسبها بالكالكوليتر هتلاقيها طلعت معاك ب1. يبقى اي حاجه طالما البيز هو البيز والباور مره بوزيتيف والباور مره نيجاتيف، يبقى الفاينل انسر بتاعتك بكام؟ ب1. لو انت عندك فراكشن او راشونال نمبر، الراشونال نمبر ده هو عباره عن a over b والبراكت عليه باور نيجاتيف. لو انت شقلبت تخلي الباور بوزيتيف، يعني لو خليت اللي تحت فوق واللي فوق تحت، اللي يحصل يبقى الباور بتاعك اصبح بوزيتيف. تعالوا ناخد اكزامبل. لو انا عندي 2 over 3 باور نيجاتيف 2، 2 over 3 باور كام؟ باور نيجاتيف 2. لو انا خليتها 3 over 2 تطلع باور 2 عادي جدا، واوزع الباور تبقى عبارة عن 3 باور 2 over 2 باور 2، وخلصت معايا المسألة، واشوف هتطلع معايا بكام. ده كده الدرس. يعني يا مستر هو الدرس كله ما فيهوش غير الكلمتين دول؟ الدرس كله ما فيهوش غير الكلمتين دول، وندخل على الأسئلة الحل. فقلت لك انا في اول حصه خالص لو انت شديت حيلك تقدر تخلص اول 3 دروس في حصه واحده، الموضوع مش محتاج. يلا بينا نبدا الاسئله بتاعه الدرس مع بعض. كل الاسئله بتاعتنا بعنوان واحد: evaluate each of the following، يعني بمعنى اصح بيقول لك بسط المسائل اللي قدامك دي، حلها. تعالوا ما نشوف كده مع بعض. لما يقول لك 3 باور 7 multiply 3 باور نيجاتيف 3، اولا المساله ليها حلين. الحل الاولاني اللي هو ايه؟ ارجع الدرس اللي فات تاخد 3 واحده وتعمل ايه؟ وتجمع الباورات، يعني تبقى 7 بلس نيجاتيف 3. شوف 7 بلس نيجاتيف 3 دي تطلع معاك بكام؟ المفروض ان انت خدت الارقام النيجاتيف قبل كده. 7 بلس نيجاتيف 3 يعني كام؟ يعني 3 باور 4، وشوف 3 باور 4 هتطلع معاك بكام. ده الحل عن طريق الدرس اللي فات. طب في حل عن طريق الدرس ده؟ الحل عن طريق الدرس ده اقوم قايل لك 3 باور 7 ملتبلاي 1 اوفر 3 باور 3، لان انا خليت الباور النيجاتيف يقلب لي الرقم لتحت، وبعد كده هتطلع معاك 3 باور 7 اوفر 3 باور 3. عملتها ازاي دي بقى؟ ها حبيبي، مش احنا عندنا المالتيبليكيشن بتاع الراشونال نمبر خدناه الترم اللي فات؟ ال 3 باور 7 دي كانها اوفر 1، فتضرب اللي تحت في اللي تحت واللي فوق في اللي فوق، فتبقى 3 اوفر 3 باور 7 اوفر 3 باور 3، يعني دي علامه ديفايدد، يعني هياها، يعني 3 واحده باور 7 ماينس 3. طيب شفت بقى الحل ده طول معايا ازاي؟ طيب اللي عايز يحل بالحل ده صح، واللي عايز يحل بالحل ده صح. تعالوا ناخد سؤال تاني. بيقول لك 3 ديفايدد 3 باور نيجاتيف 2. المره دي بقى حل بالحل السهل على طول. اقوم عامل ايه؟ اقوم قايل 3 واحده باور فوق كام؟ باور 1، يبقى ماينس نيجاتيف 2. ليه يا مستر عملت ماينس؟ مش احنا في علامه ديفايدد يبقى انا بعمل الباورات ماينس، والباور اللي تحت اصلا على نيجاتيف 2، فده يطلع لي كام؟ ده يطلع لي عباره عن 3 نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، يبقى 1 بلس 2 اللي هي 3، يبقى 3 باور 3 اللي هي بكام؟ اللي هي 27.
طيب في حل تاني، لازم اعمله بتاع الدرس بتاع النهارده، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 اوفر، مش 3 باور نيجاتيف 2 دي اللي هياها عبارة عن 1 اوفر 3 باور 2، يعني يطلع الشكل بتاعك عامل كده 3 اوفر 1 اوفر 3 باور 2، صح؟ ف 3 باور 2 دي تطلع فوق، اللي هي تطلع عندي ايكوال في الاخر 3 ملتبلاي 3 باور 2 اللي هي 3 باور 3. طب الاسهل من كل ده كنت قلت لك ايه؟ مش ده باور نيجاتيف؟ الباور النيجاتيف بيعمل ايه؟ بيشقلب المكان، يعني لو انت كنت تحت يطلعك فوق، طب ولو انت كنت فوق ينزلك تحت. هو دي شغلانة الباور النيجاتيف. طيب نكمل، ناخد سؤال تاني. سؤال بيقول لي 3 باور نيجاتيف 1 اوفر 3 اول باور 2. تعالوا بقى نحل باخر حاجة انا قلتها ايه؟ قلت لك الباور النيجاتيف بيشقلب المكان، يعني 3 باور نيجاتيف 1 دي تنزل تحت. تعال نعمل فراكشن كده، ادي الفراكشن عندي اهو. يبقى لو 3 باور نيجاتيف 1 دي نزلت تحت هتبقى 3 باور 1 عادي ملتبلاي 3 اللي تحت عادي. طب فوق يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي 1 طالما ما فيش حاجة فوق. كل ده باور 2. بعدين يطلع لي ان ده عبارة عن 1 over 9 all باور 2، واوزع الباور بتاعي تبقى 1 باور 2 over 9 باور 2. شوف هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك 1 over 81. ناخد السؤال ده نصعب الأسئلة بقى شوية ونشوف الموضوع بتاعنا هيمشي ازاي. أول حاجة كده عندي باورات شبه بعض، بيز قصدي شبه بعض، عندي بيز شبه بعض. يبقى أعمل إيه؟ يبقى أخد بيز واحد وآخد باور واحد. يلا ناخد بيز واحد، تعالوا ناخد بيز واحد. يبقى أنا عندي 2 واحدة بس اللي هي باور 5 ماينس 3، عملت الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، ملتبلاي اخد 3 واحدة بس 3 باور 2 ماينس 4، وكل ده باور نيجاتيف 1. طب وبعدين اعمل ايه؟ اشوف 2 باور 5 ماينس 3 يعني 2 باور 2، يبقى 2 باور 2 ملتبلاي 3 باور 2 ماينس 4 يعني 3 باور نيجاتيف 2، كل ده باور نيجاتيف 1. نكمل، يطلع لي 2 باور 2 دي اللي هي عبارة عن 4. بقى 3 باور نيجاتيف 2 دي قلنا ايه؟ قلت لك الباور طالما نيجاتيف يوقفها تحت، تبقى 3 باور 2 تحت اللي هي كام؟ اللي هي 9. كل ده باور نيجاتيف 1 يعني تشقلب، يعني تبقى 9 اوفر 4. مش احنا قلنا اخر حاجة كده في الريمارك ان ايه؟ لو في باور نيجاتيف على راشونال نمبر يشقلب، يخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. نخش على اسئلة اللي تشوز. سؤال اللي تشوز بيقول لي ايه؟ if a باور نيجاتيف 1 equal 2 over 3، يبقى ال a نفسها بكام؟ تعالوا كده نحاول نفهم السؤال مع بعض. بيقول لك لو انت عندك ال a باور نيجاتيف 1، ال a باور نيجاتيف 1 equal 2 over 3، عايز اعرف ال a نفسها بكام. حبيبي مش احنا قلنا الباور النيجاتيف بيشقلب الرقم؟ يعني دي كان اصلها 3 over 2، ولما عملتها نيجاتيف 1 شقلبت الرقم، يبقى ال a بتاعتك بكام؟ ب 3 over 2. يبقى دي الانسر بتاعتي بي. خش على سؤال التشوز اللي بعده. بيقول لك لو انت عندك a equal 7 باور x و b equal 7 باور نيجاتيف x، عايز a multiply b. مش احنا قايلين اي حاجة بتكون هياها البيز هو والباور مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف، مش محتاج اعمل خطوات على طول. دي بكام؟ دي ب1. ليه؟ اقول لك ليه، تعال لما نفتكر تاني. 7 باور x ملتبلاي 7 باور نيجاتيف x تطلع بكام؟ تطلع لي ب 7 باور x ملتبلاي 1 اوفر 7 باور x، وطبيعي ايه اللي يحصل؟ ده يروح مع ده فيبقى لي كام؟ 1. ماشي، نخش على السؤال اللي بعديه، وده اخر سؤال في الحصة بتاعتي. هو الدرس كله ماشي كده، الدرس بسيط وسهل جدا. انت افتح بس الكتاب بتاعك وابدأ حل، هتلاقي ان الموضوع ماشي بكل بساطة. بيقول لك 5 باور x divided 5 باور نيجاتيف y. قلت لك تعمل ايه؟ خد عندك حل من الاتنين، يا اما تاخد ال5 مرة واحدة، تعال نقسم الصفحة كده ونحل حلين، يا اما تقوم قايل 5 باور x ماينس نيجاتيف y، ما احنا عملنا الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يعني 5 باور x بلس y. حلو، خلصت المسألة. يا اما تقول ان الباور النيجاتيف ده بيعمل ايه؟ بيخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يعني تبقى 5 باور x ملتبلاي كام؟ 5 باور y. طلعت النيجاتيف y دي فوق، فبرضه تطلع لي عبارة عن 5
باور اكس بلس واي، ويبقى الانسر بتاعتي اللي هي سي. اعتقد ان الدرس ده سهل جدا، درس ما فيهوش اي حاجه. يبقى احنا كده خلصنا اول 3 دروس في الالجبرا، ناقص لنا في المنهج كله 5 دروس ان شاء الله هينزلوا قريب. تمام، لو في حد واقف معاه اي سؤال ممكن يكتبوا لي تحت في الكومنتات، في اي مشكله عندك تكتب لي برضو تحت في الكومنتات. وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو لو الفيديو عجبك او الشرح عجبك، وسبسكرايب بس عشان كل ما انزل فيديو جديد تكون انت متابعني اول باول. واشوفكوا الفيديو الجاي.